طبعا دي نيفه ضاني ما يعرفهاش غير عشاق الاكل. بالذات يعني عندنا في بلبيس هنا لازم النيفه الضاني دي بالذات ليها عشاقها. ليه؟ دي حتت ملبسه كده، حاجه كده على كيفك يعني، ما ياكلهاش غير الاكيل. حتت من الدوش وحتت من المذبح وحتت من الريش وحتت من المذابح وكلها، ده ما ياكلهاش غير عشاق الضاني. دي بتبقى احلى حته لحمه زبده بتدوب في ايديك كده، بتطلع من عندنا من خرفان من مزارعنا احنا يعني، بتطلع حته نيفه. لازم تبقى ضاني. نيفه ضاني، مفيش اي نيفه تانية لازم تبقى ضاني. ليه بقى الناس بتحب النيفه؟ النيفه لان النيفه بتستوي الاول في الشوربه عندي هنا. زي دي حله شوربه عندي انا سالق فيها لحم وسالق فيها مذابح، جميع اللحم الضاني بيتسلق في الحله دي. فانا طبعا بسلق النيفه هنا عندي الاول زي كده، هي مستويه زي حته النيفه زي دي كده، بتطلع عندي من الحله هنا بتاخد سوا كامل في الحله، اديتها شوربتها واشرب منها شوربه برده كمان، بطلعها اجيبها في الطبق زي ما هي كده. دي تتبيله عباره ما فيهاش افوره ولا فيها كلام كتير التتبيله عامه يعني، لان الطعم الاصلي انا مش عايز اطلعه. دي التتبيله بتاعتها انا بجيبها كده وبحطها عليها التتبيله بتاعتها كده، بسقيها منها كده على حسب الكميه اللي عندي. انا عشان ما عنديش الا حتتين لحم صغيرين فبتبل بالطريقه دي، بشربها منها كلها كده بره وجوه حته اللحم. تمام. بتنزلها على النار بالبصل ده؟ بنزلها على النار بالبصل، ما البصل ده بينزل حلاوته على اللحم، بيخليه ليها في حته تانيه خالص. تمام. انا بتبلها حته حته كده معايا، مش انا بجيب واحط في التتبيله، لا انا بتبلها قطعه قطعه، لان ده لحم ضاني لازم يبقى فيه الكلام مظبوط. وممكن اخد شويه الميه اللي نازلين دول بس كده كمان مع البصله كده، النيفه كده بقت عندي جاهزه اللي هي تنزل على النار على طول. بعد كده بجيب الشبكه بتاعتي دي شبكه كده من على التتبيله على الشبكه كده. تمام. بجيبها حته حته، بشيلها من هنا احطها في التتبيله واتبلها واحط عليها التتبيله بتاعتها دي، بتبلها كده على حسب الكميه اللي انا عايزها. بنزل بقى بيها على الفحم. وبنزل بيها على الفحم. بتقعد وقت قد ايه؟ بتقعد وقت 10 دقايق بالظبط مش اكتر، لانها مستويه. معشوقة الجماهير عامه يعني، معشوقة الاكيله، النيفه كده معايا جاهزه اهي. هتبص على حته النيفه زبده بلدي بالصلاه على النبي يا باشا. بطلع النيفه معايا بقت حمراء اهي كلها، بس هي كده كده مستويه اصلا. نيفه ضاني 10/10، هي دي النيفه الاصليه، عشان ما حدش بقى يضحك عليك يقول لك بجيب لحمه عرق فليتو، واللي يقول لك بجيب ما اعرفش ايه حته من السن. لا، هي ما ينفعش الا تبقى ضاني. انا هنا انا بقدمها النهارده على حسب اختيار الزبون. في ناس كيف اللي هو بياكلها على شويه خضار زي كده مع الفلفلايه المشويه دي اللي الناس بتستهون بيها، دي اللي بتاكل مع حته النيفه بالذات. وفي ناس بتحبها مع شويه الرز الاصفر اللي زي كده. بحطها انا على حته الرز هنا معايا. تمام. حته النيفه بتبقى جاهزه معايا يا دوبك على الاكل على طول. الف هنا لله يا ابني. وزي ما قلت لك حته النيفه لازم تبقى طريه من الضلوع، مش لازم تبقى اي حاجه تانية. دي النيفه جاهزه معايا كده على الاكل. يا جمالها بقى حته النيفه مع الرز هنا، عايز تاكلها برز ماشي، عايز تحطها على الخضار برده ماشي، كل ده شغال عندنا هنا احنا وبس في بلبيس مش في حته تانية. انا بجيبها بقطع الرغيف، عايز اكلها بلقمه عيش مثلا، انا مش حابب ان انا اكلها بعيش، عايز اكلها برز، بس انا عن نفسي اكلها بعيش. بجيبها باللقمه كده زي ما تشوفوا، معايا شويه الطحينه الجمال بحطها في الطحينه بتاعتي حتى لو من غير عيش باكلها. عايز تدوق دوق معايا ميه السلطه هنا، دي اهم حاجه معاها، كوبايه ميه السلطه دي هتاكلها. ولو مش حابب اكلها بعيش انا هاكلها حاف، احطها في الطحينه مع شويه ميه السلطه. مش محتاجه كلام تاني ومش محتاجه اي حاجه تانيه، سايحه. ممكن هنا اجيبها مع شويه رز، انا محمد بحبها بالرز، دي فيها حته لحمه بالرز بألف هنا وشفا. شويه سلطه والطحينه. مين اللي ستة بقى؟ ستة كام؟ دي ليها نفسها ودي ليها نفسها. حاجة عم سعيد.